لو انا عايز اتعلم بقى اخش ازاي؟ انا دلوقتي لما اشوف دي انا احس بايه؟ بس ده اكتر مجال اتهرس. لازم افهم غرضه ايه. ازاي بتسعرها بقى؟ جمعت $200 بالظبط. انت اشطر واحد عارف يجيب كلاينتس كبيره. اصل تقعد تشبط في فرصه هي مثلا مش ليك، ازاي اي ديزاينر يقدر يبني الستايل بتاعه؟ ان انت تستخدم الاي اي من غير ما حد يجي يقول لك انت مستخدم الاي اي. يعني الاي اي ممكن ينهي ديزاينرز عادي. انا سيف اوفا، النهارده انا في بودكاست انترفيو مع عبد الرحمن، ان شاء الله الحلقه تعجبك. ايه الاخبار؟ الحمد لله. انا مبسوط، وانا مبسوط حقيقي مبسوط ان انت معايا النهارده. وانت كمان. وانا كمان حبيبي. انا اكيد مبسوط من الحاجات دي. قول لي قولها لي. شكرا. عفوا. هبدأ بسؤال ابدا. ومن هنا نبدأ الحلقة. ماشي. ايه الفرق بين الجرافيك ديزاين والثابنيل ديزاين؟ هو الفرق ما بين الجرافيك ديزاينر والثامنيل ديزاينر زي برضو الفرق ما بين اللوجو ديزاينر والجرافيك ديزاينر العادي اللي هو السوشيال ميديا ديزاينر اللي فاهم. فهو الفرق ما بينهم الاثنين، يعني اللوجو ديزاينر ده كان بيتكلم ايه، بيقعد يفكر في البراندنج ويفكر في اهداف بقى البيزنس ده قدام وهيوصل لايه وبدأ ازاي، طموحه كله تمام. اما بقى اللي هو السوشيال ميديا ديزاينر ده بيفكر في حملة واحدة، مثلا حملة عايزين ينجحوها فبيفكر في هدفها كله والفيجوال اللي هيبنيه وكل ده. مشكلة بقى السوشيال ميديا ديزاين دي في مصر انها مش متقدرة قوي، يعني ده اللي كنت متخصص فيه في الاول. بس هي مش متقدرة، بحسه فيه كتير قوي منه. كتير قوي منه. حلو صح. تخش على الفيس ب 100 جنيه ب 200 جنيه، الغالي ب 300 جنيه. انا عملت ب50. عملت ب50. عملت ب50. انا عملت كنت بادئ ب 25 والله. شفت كنت احنا قاضيين على كنت دايس على صعب. ده حقيقي. لا بس كان عندي فكرة اللي هو انا هغلي ده يعني انا ده فاهمك. هيغلى. ايوه بس ده اكتر مجال اتهرس. اتهرس هو ده ده. حقيقي. فعشان كده بقى اخترت الصمنيل، يعني عشان الصمنيل هي الوحيدة اللي انت ممكن لا تكسر فيها رقم عادي. انا شايف ان الجرافيك هو امبريلا كبيره فيها مجالات كتير. فانت ما ينفعش تقول ان انا جرافيك ديزاينر بلا تخصص. صح. فاهم. فانت ايه اللي اصلا دخلك اشمعنى اخترت التخصص ده الثامنيل؟ اخترت الصمنيل لان الصمنيل يعني بدل ما انت كنت قاعد تفكر دايما انا في السوشيال ميديا ديزاين ده، يا اما عندك مدرسين، يا اما عندك براند غسالات، براند ثلاجات، حاجات تحس ان هي ممله كده، يعني ما فيهاش ابتكار، مش بروفيشنال او مش بروفيشنال. فانا كنت بقعد اقلب كده في الفيديوهات بتاعت بالذات الناس الاجانب، يعني العرب دول ما كنتش بعتمدهم صراحه في الحاجات دي. فكنت قاعد اقلب كده الاقي مستر بيست عامل فيجوال كامل، تحس ان انت بتتفرج على بوستر فيلم بس هو بدل ما يبقى على ورق A4 مثلا، لا هو مقلوب وبالعرض في بطل واحد او بطلين، فيجوال طويل على مد بصري طويل. انت عينك لو بتبص جايب اخر الموضوع، يعني فهمت الموضوع من صورة. وفي مد بصري طويل، يعني تحس ان في حاجة مبنية. حلو. فاهم. فهو من هنا انا بدأت احب المجال ده بقى. فاهم. هو الفكر المجال ده بدأ يتطور من بداية 2020. عندك من قبل 2020 كان كل الثامنيلز عبارة عن انا والله انا بعمل حاجة الفلانية، كتبت على برنامج الرسام ولا على الفوتوشوب كمان بفونت اصفر، الستروك بتاعه اسود. ايوه هو ده. وعملنا مش عارف اي حاجة بقى. من 2020 ل 23 بدأ يبقى ده اسمه مجال والناس بتتعلمه كده. بس هو مين اللي بدأ الحتة دي؟ هو مستر بيست. بدأ في الأول كان بيجرب التجارب العادية دي، اللي هو بيحط بس صورته مش عارف ايه. بعد كده بدأ ان هو يعمل أفكار مجنونة، فبقى بيحتاج حاجة قريبة لإيه أكتر. قريبة للأفكار، مثلا الأفلام مثلا. بس الفرق ما بين الثامنيل والفيلم في الحاجات دي ان الفيلم ممكن يبقى فيه كذا بطل، فانت مثلا عندك ابطال كتير، مثلا بتاع 10-15 بطل ولا 7 على الاقل كمان، مرصوصين جنب بعض بالايه، تحس انت بناء هرمي كده. اي. فهو بقى هو عكس دي، فهو عنده فيجوالين وكادر واسع قوي، فلازم يملى الكادر ده حاجه. فبدا من هنا بقى، هو طبعا هو معاه كل الامكانيات اللي تخليه يعمل اي حاجه. ده حقيقي. فهو عمل كده بقى، حتى تلاقي عنده كل الثامنيلز القديمه حتى دلوقتي طورها تاني، رجع تاني. كل الفيديوهات من 2020 21 22 23 كلها رجع عمل لها ثامنيل جديده. يعني عنده فيديوهات فيها 15 ثامنيل اصلا. هي بدات من مستر بيست وبدات تنتشر بقى. حلو. انت شايف دلوقتي انت اتعلمتها ازاي اصلا؟ اتعلمتها كسوشيال ميديا عادي، يعني كاني بتعلم مجال السوشيال ميديا ديزاين وبس. بدات ان انا اللي انا بتعلمه هنا بطبقه هناك، لان مفيش حد انا لما بحثت يعني من زمان كانش في حد يعني بيعلم مجال الثامنيل ديزاين كمجال خالص. بس انت شايف يعني مثلا في اللوجو ديزاين اهم سكيل موجود عندك ان انت تعرف ترسم، ان انت تستخدم الاستريتور كويس. فانت شايف اهم سكيل ايه في الثامنيل ديزاين؟ اهم سكيل في الثامنيل ديزاين ان هو يحط مكانه مكان المشاهد. انا دلوقتي لما اشوف دي انا احس بايه؟
ايه الشعور اللي هيجي لي. التكوين نفسها مم. تمام، مش كل صوره لازم يبقى فيها تكوين بقى مرعب ومش عارف ايه. هو الفكره كلها ان انا عايز اوصل فكره بسيطه في حاجه، يعني في كادر وخلاص. يعني انا ممكن لو انا عملت كادر اسود مثلا جواه رقم اسمه 1 مثلا، مم. انا كده وصلت فكره. زي مثلا ما عندك ايمان ده، لما عمل ايمان جدزي يعني، مم. لما عمل حط صوره البروفايل بتاعته 1% كده ب1%، حلو. انت فهمت ايه؟ ما فهمتش اي حاجه، بس فهمت ان هو في حاجه هو بيحضرها. فاهم قصدي؟ ايوه انت فهو بتوصل احساس عن طريق الصوره اللي انت بتعملها. مش جامد. شرط ان انت كل تصميم انت عامله بقى تعمل فيجوال عريض وواسع ومبهر وفي الوان كتير وكده. ايه بقى المراحل اللي بتعدي عليها انت عشان ترسم فيجوال محترم لثبن المحترم، تبقى عارف ان ده خلاص هو ده اللي هينزل هيكسر؟ ما هو لازم ابقى فاهم بس العميل هو هدفه ايه من الصمنيل دي، او هدفه ايه اصلا من القناه اللي فاتحها. اصل في عميل عايز يعمل صمنيل تعجبه هو وبس، يعني هو مش فارق له المشاهدين اصلا. حلو. ومش فارق له ما بعد المشاهدين، هو ما بيحطش في دماغه مثلا زي بولتكس. لما اشتغلنا هو باصص على مثلا عندك ايبك عايزه تيجي تعمل عندك اعلان، هتعمل عندك مسابقه، تعمل عندك حاجه، فانت محتاج ان انت تبهرها. عندك مونستر هي راعي مثلا كول اوف ديوتي تقريبا، فانت عايز تبهرهم عشان تاخد اعلان منهم، فاهم؟ فهو باصص على الحته دي. قال لك كده المشاهدين في اغلبهم لو قناه مشهوره، يعني بالذات في محتوى الجيمنج، يعني اللي انت عندك ايه سن اصغر شويه، ده حقيقي، فاهم؟ فهم خلاص هم بيحبوا الشخص ده، خلاص هيقعدوا يتفرجوا عليه لحد فئه مش حد محتاج وصل. ابهره بحاجه، انا اوريدي كده بهره. ايوه هو ده. فانت دلوقتي بدات ان انت بدل ما انت كنت قاعد تبهر اشخاص او بتبهر ناس مشاهدين بس عشان شويه CTR، لا انت بتبهر كمان شركات. يعني انت بتحول الصمنيل دي او الفيديو ده، كل الفيديو انت بتنزله لحاجه هي فعلا بتجيب لك دخل من السبونسر بقى اللي بيجي، كل ده. وكل ده بيفرق معاك في تكوينك اصلا الفيديو، في تكوين الصوره نفسها. لازم ابقى فاهم غرضه ايه. حلو. يعني قبل كده كان عندنا فيجوال صمنيل كانت لبولتكس، كان الوقت ضيق قوي تقريبا نص يوم تقريبا، وعايزين نطلع فيجوالين دي بطوله اسمها ايه دي، فورتنايت تقريبا. انا عندي فورتنايت بلعبها بس ما بعرفش العب، تمام؟ انا على الله خالص في اللعبه دي. حلو. فانا صعب ان انا ايه افكر في حاجه من كده. فقعدت بقى انا ايه بروح اتفرج على بوسترات مثلا الافلام، راح اتفرج على تكوينات بقى غريبه كده. ساعتها عملت بقى تكوين كان هو في اوضه شكل غريب كده. بس المهم ان هو وصلت فكره المسابقه، ان هو مسابقه مش عارف كان فيها على 70,000 جنيه ولا 80,000 جنيه حاجه كده. انت بتحاول توصل ايه اللي كل اللي جوه الفيديو في صوره واحده. ايوه حلو قوي، جميل. انت شايف بقى ان ايه الغلطه اللي انا لو عملتها مثلا كديزاينر في الصوره دي هتبقى ميته بالنسبه لي، هتبص عليها تقول لا دي وحشه؟ هل الريتاتش، هل تكوين، هل توظيف لايت معين بطريقه غلط؟ يعني خش في الحته. هو لو بنى اصلا على فكره بايظه، هو بنى كله بايظ، حتى لو ريتاتش جامد، حتى لو مش عارف ايه، كله لو بنى على اساس فكره وحشه كله هيضيع يعني. خلينا نقول الفكره حلوه، الفكره حلوه، فكره حلوه هتبني لها ديزاين حلو. ايه بقى الغلطه اللي ممكن يعملها تبوظ له الدنيا دي؟ هو لو غلط في الريتاتش او غلط في الحاجات اللي هي الاضائيه واللي بتجمل الصوره، ده ما يعتبرش خطا فادح، هو خطا في يعني ايه في تزويد الحاجه جمال يعني او كده، فاهم؟ لكن هو لو بنى التكوين اصلا غلط بتاع الصوره كلها، فبقى المنظور نفسه بايظ. فاعمل ريتاتش زي ما انت عايز، الصوره اصلا بايظه. حلو. فالاصل التكوين الأصل بعد التكوين. بعد الفكره. جميل. لو انا عايز اتعلم بقى اخش ازاي؟ اتعلم منين؟ والله هو حاليا الموضوع مش عارف، عندي سوق لنفسك عادي. هسوق لنفسي بس مش دغري قوي كده. قول عادي، قول. ماشي. هو انا شغال دلوقتي على اسمه ده كورس معادله الانتباه، تمام، مع محمد صلاح. شغالين عليه ان هو ده هيبدا ياخده من مرحله هو راجل متعلم الاساسيات بتاعه الفوتوشوب، حلو، متعلم اساسيات التصميم، متعلم حاجات كتير قوي قبل ما يخش، لان الحاجات دي موجوده على اليوتيوب وفيها يعني كتير قوي، يعني مش هشرحها احسن من الناس اللي شرحوها على اليوتيوب يعني. فما عندك كورسات فوتوشوب، نورد ديزاين والحاجات دي كلها. انت ما بتهريش في حاجه مهريه. مش ههري في حاجه مهريه، فعايزين نهري في حاجات جديده بقى. فهو ده هو ده الكلام جامد. فانا عايز اعمل الكورس ده. هو الشخص فعلا هو فاهم هو في ايه اصلا، هو هدفه ايه، بس ناقصه التخصص ده. ماشي. بتدي في الكورس بتقدم ايه في الكورس ده؟ بقدم في الكورس ده اول حاجه بنبدا نتكلم على يعني ايه صمنيل اصلا. حلو. واحنا بنعملها ازاي، وافكارها بتيجي ازاي، وازاي اكلم مع العميل اصلا، وازاي اجيب عميل اصلا. يعني لو بنتكلم فيها هنا. لا مش قوي يعني. ماشي. اسرار ده يعني هنطلع لاجل الناس. ماشي حاضر. كمل. فاحنا بنتكلم في البوت كام على
فكره الصمنيل نفسها، او نطلع زي فكره، نعمل زي سكتش الفكره، مم. وازاي نعرف اقنع العميل بالافكار دي. لان ماشي. انت لو هتهري مع العميل من الاول خالص على والله انا طلعت فكره واحده وخلاص احنا مضطرين نعملها بقى عشان خلاص كده، لا، انت لازم أنا- تطلع له كذا فيجوال آه. بكذا. انا بعرض له الاول يعني افكار مكتوبه، بقول له اختار من الافكار المكتوبه دي، مثلا لو هم 10 اختار منهم 5، وبعد كده من ال5 بيختار 3، جامد. ومن ال3 من سكتش 3، تمام، بيختار من ال3 واحده. لا انا شايف ان الكورس ده كله مبني على ماركتينج اكتر منه ديزاين، فاهم قصدي؟ يعني انت معلمه حاجات قوي في الماركتينج، انت ازاي تبيع الحاجه دي. فانت شايف ان الديزاينر او السمن ديزاينر محتاج يبقى متعلم ماركتينج مع الديزاين؟ هو الاحسن والافضل يعني ان هو يتعلم صناعه محتوى بشكل اكبر، فاهم؟ صح. هو ممكن يسوق، يعني الماركتينج ده هو ممكن يسوق عن بقى ميديا باينج ويشوف بقى هيعمل الموضوع بقى براندنج ازاي وكده، لكن هو فعلا لو هو بيعرف يتكلم قدام الكاميرا وبيعرف يعمل محتوى، هو عادي هيوصل عادي من غير ما يعمل كل ده. يذاكر كونتنت اكتر. يذاكر كونتنت اكتر. هنروح لحته الشركات. انت عمرك ما اشتغلت في شركه؟ اشتغلت في شركه بس اونلاين كان اونلاين يعني بعدد ساعات بسالري شهري وكل أيوة. ده. ماشي. ما كملتش يوم. ليه؟ والله العظيم. ليه؟ الصبح يلا بينا اول يوم، العصر كنت شتم. انت مش مع الشركات؟ مش مع الشركات. ليه طيب؟ هو محسسني ان انا شغال عنده قوي. انت شغال عنده؟ انا اشتغلت تمام، اشتغلت في محلات، واشتغلت نقاش، اشتغلت حاجات كتير، واشتغلت في كافيهات، واشتغلت بتاع زلابيا كمان. كل ده اشتغلت. فانا اشتغلت عند ناس كتير، لكن في طبع كده عند الشركات بيحسسك ان الموظف ده هو ده نستعبده. تمام. انت ويقول لك على حاجه وحشه وهي اصلا مش وحشه، فاهم؟ ومش هقول لك من نظر انا سالت ناس يعني اجمد مني بكتير، وكانوا ساعتها هم اساتذتي تمام في المجال، فسالتهم انا كده غلطت يعني، دي غلط؟ قال لك لا. طب دي غلط؟ واسال كذا واحد ولا واحد منهم غلطني، يبقى هم العيب عند مين؟ اصل بيغلطك في شغلك انت، يقول لك ويقول لك يعني. وانا كمان ما سبتش الشغل عشان قال لي كلمه في الاخر ايه، قال لي ده انت الشغل اللي انت حاطه عندك في الاكونت ده انت سرقه. دي طبيعه الشركات. انا مش عايزين نروح للحته دي كتير عشان ما ترفتش، عشان لسه شغال في شركه. بس عموما الشركات ما بتبقاش شايفك بني ادم اكتر من ان هي شايفه عاوزك تجيب اخرك. ايوه، عاوزه تستغلك اكبر استغلال. لو شافتك لو عرفت ان انت كنت شغال نقاش كانت ممكن تقول لك عادي عاوزين نوضب الشركه. والله فهم هم كده للاسف. بس انت في الفريلانس اكتر. انا شايف ان انت ممكن ما تبقاش اكتر او اشطر سمن ديزاينر، بس انت اشطر واحد عارف يجيب كلاينتس كبيره. هو ميزه الموضوع ده ان انا بدات اتعلم صناعه المحتوى من الاجانب مش من العرب. حلو. كل عندنا في العرب على اليوتيوب هم بيقولوا قشور عن صناعه المحتوى. يعني ما حدش بيدي المعلومه كامله، الا بقى لو اشتركت مثلا في كورس بهاء حنيش او كريم حنفي او الناس دي، هو ممكن هنا يديك المحتوى اللي هو فعلا يتعلمه من الاجانب اصلا. يعني هو راح يتعلمه من الاجانب وجي يديهولك هنا في الكورس. لا انا هروح اتعلم من الاجانب واجي انا ادي في كورس عادي. حلو. فانت دخلت الفريلانس يعني دخلني في الفريلانس بقى. دخلتها ازاي؟ اشتغلت ازاي؟ جبت عملاء ازاي؟ اول حاجه خالص لو عايز البدايه خالص، لما كنت لسه متعلم كنت بدات اجيب عملاء من فيسبوك. حلو. وما ادراك ما فيسبوك. ده السمنل، احنا هنا في السمنل ولا ما قبل لا ما قبل بقى. اللي هو ابو 200 وابو 100 وابو 50. كنت بعمل ايه بقى؟ كنت لسه بقى سايب شغلي، كنت شغال في مطبعه في العتبه، حاجه استغفر الله العظيم يا رب يعني. فاهمك. تمام. شغل 14 ساعه. فانا بالظبط يعني انا محوش فلوسي النت يعني بتاع 2000 3000 جنيه على مدار مثلا شهور. فقلت بقى انا هقعد الشهور دي لو ما اشتغلتش يبقى عيب بقى، فاهم قصدي؟ غصب عن الناس اشتغل. فاهم؟ فقعدت بقى كنت ببعت في اليوم، انا كنت متارجت بقى هم مدرسين. تمام. فكنت ببعت في اليوم مثلا 70 80 مدرس مثلا، مشهور مش مشهور، معروف مش معروف، بينزل السنتر ما بينزلش، بيدي ما بيديش، طلعه من بيته اقول له اشتغل. حلو. عشان نشتغل احنا. والله يعني لحد دلوقتي معايا الشتات اصلا، بس محتاج انزل كتير بس شويه. جامد. بداتها من هنا ان انت تخش انت تبعت للكلاينت. اول حاجه جات لي خالص ملزمه فيزياء، غلاف ملزمه فيزياء عملته. ان الراجل مطلع لي 150 جنيه اداهم لي كده، حسيت كده حسيت بالانجاز بقى. حلو. بس بعد كده بدات بقى ادوس في المجال ده بتاع المدرسين لحد ما كرهت نفسي بقى. استغفر الله العظيم يا رب. حاجه كره قرف. نفسك النهارده. حاجه قرف.
حاجه قرف يعني. دخلت بقى ازاي ابو فله بوليتكس الناس دي يعني؟ كلمني بقى ككونتنت، انت عملت كونتنت فجالك الناس دي صح كده؟ دخلني بقى في الحته دي. هل انت اللي بتخش تبعت له ولا هو بيشوف البروفايل بتاعك فبيبعت لك؟ وانا ازاي انا كسبن ديزاينر دلوقتي عندي بعرف اعمل شغل وعندي كونتنت بنزله على الاكونت بتاعي، ازاي اعرف اتارجت الناس دي؟ اول حاجه انا لما بدات بالظبط كنت بادئ على موقع خمسات. تمام. موقع حلو. خمسات ده انا قعدت شهرين ما بعملش حاجه غير ان انا قاعد اطور مستواي في الجرافيك وبدرس الموقع ده، بدرسه من كل حاجه، يمين شمال، هجرب هنا هجرب هنا هجرب هنا، اتعلمت فيه كل حاجه. تمام. حتى ان الحمد لله جبت اخره قفلته بقى، قلت خلاص بقى. اشتغلت فيه واخد تقييم عالي تقريبا، بقى لي كام بيعه وابقى بايع مميز على الموقع. بس جامد. ما كملتش فيه ليه بقى؟ عشان هو خلاص بقى هي مراحل يعني. انت بتخلص مرحله تنتقل للمرحله اللي بعدها، فبتضطر تقفل القديم. لو انت ركزت في المرحلتين هتبقى بتشتت نفسك. صح. يعني مثلا هنا مثلا صمنيل تعملها $10، هناك بتعمل واحده ب70. فاهم انت قصدي؟ دي الراجل بياخد منك مثلا وقت نص يوم، ودي بياخد نص يوم. بس فرق كوست عالي. ايوه هي دي. ماشي. قول لي بقى برضو انت ازاي اتعاملت مع الناس التقيله؟ لما بدات صناعه محتوى كنت بادئ بهدف، انا بعد ما اتعلمته يعني صناعه محتوى نفسها، انا كنت في الاول ما اعرفش ان انا عشان اصنع محتوى عن مجال تمام لازم اكون بعرف اتكلم قدام الكاميرا. فاكر ان اي حد بيطلع على السوشيال ميديا ربنا بيكرمه يعني. فاهم؟ ده اللي كان في دماغي يعني. حلو. فانا بدات بكام فيديو، ما كنتش ولا كاتب ما اعرفش يعني سكريبت اصلا، ولا كاتب سكريبت ولا ظابط كاميرا، زي ما تيجي. تمام. ما شاء الله 20 لايك موجودين لحد دلوقتي، انت تقريبا شفتوه اكيد. 20 لايك 25 لايك 30 لايك كده. فقلت بص انا مش هظهر وشي بقى، خلينا نظهر الشغل واتكلم انا بقى. فهمت. موشن بقى موشن جامد. كان الجهاز الله يرحمه يعني مفيش خالص. كنت اقعد ممكن 12 13 ساعه بمنتج مثلا في فيديو 30 ثانيه، انا مش عامل فيه اي حاجه كمونتاج اصلا. يعني كمونتاج انا مش عامل اي حاجه، وانا بس كاتب تكست وظاهر شغلك وخلاص. وعامل الشغل كده وبيتحرك. بدات اعمل الحاجات دي. طبعا مش هتجيب محتوى، انت واحد بينزل شغل فري بالشكل أيوة ده حاجه يعني مش ما تجيبش اي حاجه. بعدها بقى قعدت اتكلم في اي موقع اكتشفه او منزل فيديو عنه، اي حاجه اكتشفها منزل فيديو عنه. وكنت مركز اكتر ان انا اجيب شغل من بره. كنت بقعد كنت ساعتها الفتره دي شغال على خمسات بقى. حلو. ما جبتش الشغل من الانستا خالص ساعتها وانا بادئ كده، كنت كله مركز على خمسات. جمعت $200 بالظبط من خمسات، سحبتهم. رحت جبت ايفون 12 ميني قد كده، قد علبه السجاير والله، اصغر كمان. 12 ميني ده الراجل قال لي والله بص الكاميرا الخلفيه دي انت عايزها اصلا انت عايز الكاميرا الخلفيه ولا ليه؟ فاهم؟ فقلت له مش مشكله الكاميرا الخلفيه، هنخليها في الكاميرا الاماميه. والله بدات من هنا، بدات في الكاميرا الاماميه. قعدت اصور بيها. طبعا الاوضه كانت ابويا مش عارف كان دهنها ازرق ليه. انا حاسس ان قاعد عندكم في البيت. والله دهنها ازرق وكورنيش حمراء. فاهم قصدي؟ يعني انت فاهم، متخيل ازرق وكورنيش حمراء. بدات من الكلاينت جالك؟ لا بس قفلي هنا الموضوع ده. فاهمك والله. هم دهنت ابيض. المهم يعني فبدات بقى اصنع محتوى. اول فيديو عملته بالتليفون اللي جبته ده، ازاي تنجح على موقع خمسات ومستقل، مع اني ما نجحتش على مستقل بس يلا بقى. فاهم؟ ده كونتنت. هو كنت انت عايز كده صح. اول فيديو ده اتعرفت على مين بقى؟ احسن واحد شرح الموقع ده في الوطن العربي. سبحان الله، اللي هو احمد السباعي ده. دكتور احمد السباعي كتب لي كومنت وعمل لي فولو. دخلت اتعرفت عليه. يلا بقى ما هي كده بقى. فاهم قصدي؟ ما انت لو مش هتستغل في النقط دي هتضيع. تستغل كل علاقاتك عشان تشتغل. صح. دخلت بقى اتعرفت عليه وسلمت عليه وبتاع. بعد كده هو بعدها بقى صديقي بقى وكملنا يعني. المهم يعني بدأت بقى اصنع محتوى اكتر بنفس الطريقه دي. اي موقع الاقيه هو منزل فيديو عنه، اي موقع الاقيه منزل فيديو عنه. بعد كده جه في دماغي بقى ان انا اتكلم شويه عن الويندوز، فجبت فيديو ازاي تنقل. مش عارف ان الناس كتير مش عارفه الموضوع ده ازاي تنقل داتا من التليفون من الايفون للبي سي من غير وصله. كان بالنسبه للناس ده حاجه اختراع يعني. نقلتك بقى نقلتك الفيديو ده؟ الفيديو ده على التيك توك جاب 100,000. مش عارف ازاي يعني. والله العظيم بس جامد. لا مهم. على الانستجرام مش عارف جاب 20 او حاجه. وانا برضو كنت مركز على الانستا يعني. انا مش شاغلني التيك توك لان حاسس التيك توك ده
استغفر الله العظيم يا رب يعني. فاهم؟ انا بحب تيك توك اكتر يعني، بس لا ده لو انت بتتفرج ماشي. لا ككونتنت حتى انا اشطر هناك. يعني ليه ظبطته يعني. بالظبط. فكملت بقى في المحتوى على الايه في الانستا وكده. مم. فبدات نوعا ما ابدا بقى ادرس الموضوع بشكل احترافي اكتر بقى. ككونتنت اجيب افكار منين، كل أكتب. ده انت ما عندكش مشاكل في كديزاين. لا دلوقتي عندك مشاكل ازاي تجيب العميل. اه. فانت بتحكي كل ده مسيرتك في صناعه الكونتنت لاجل انك تجيب ايه عميل. عملاء في تارجت عالي يعني. اصل انا في الفتره دي كلها كانش معايا غير مثلا كام عميل مم. على خمسات بيدفع لي $10 كل ما بيجي له مزاج مثلا كل اسبوعين مثلا. حلو. وواحد مدرس كان بيديني 1000 جنيه في الشهر. انت جامد. متخيل المأساة؟ 1000 جامد. 1000 بس مش 1200 دي، حتى كان عايز يخصم 200 جنيه قبل كده. المهم يعني فكملت في البتاع ده في الكونتنت. في الكونتنت. بدأت واحدة واحدة أصنع محتوى عن الموضوع ده. وبدأ جات لي فكرة بقى إن أنا أقلد صمنيل بتاعت مشاهير بقى. جامد. فبدأت بالحتة دي بقى. فبدأت أقعد أقلد في أي صمنيل أشوفها أقلدها، أي صمنيل أشوفها أقلدها. مين عمل لي فولو؟ الإديتور بتاع أبو فلة، تمام، والإديتور بتاع بولتكس، الاتنين دول. جامد. أول لما عملوا لي فولو تاني يوم الصبح بكلمهم، صح. ازيكم يا رجاله عاملين ايه؟ طبعا بخش داخله مش بنط على طول يعني. دخله لطيفه شويه. دخله لطيفه شويه. تعرفت على فلان وعلان المهم يعني الاديتور بتاع ابو فله قلت له حاجه واحده بس، ده كان قبل ما اشتغل مع بولتكس. قلت له هو ابو فله ما بيفكرش انه يجيب حد تاني معاه؟ قال لي انا اعرف محمد نادي هو اللي عامل الصمنيل وبيعمل الصمنيل، هو مغربي كده عنده 23 سنه تقريبا. فقلت له اسالهم لو تمام ماشي نجرب. فقالوا لك يلا. فاشتغلت معاه. قعدت بقى كان ساعتها بقى انا خلاص بقى يعني هقعد ليل ونهار. كنت بقعد بس على الجهاز بال20 ساعه، والجهاز اصلا ما يعني هو كعمره ما يكملش ساعتين في اليوم. فرحت جبت له SSD 128 جيجا، حاجه يعني تاخد السي وتكح يعني. فاهم؟ والله ده اول كلاينت اشتغلت معاه مشهور. فقعدت بقى اشتغل على الثمبنيلز دي ليل ونهار واتفرج على فيديوهات ابو فهد. مش عارف ليه يعني، هو المفروض اتفرج على كام فيديو وخلاص عشان تعرف الهدف وتعرف. رحت اتفرجت تقريبا على القناه كلها. قعدت يوم كده اتفرج على القناه كلها، بس انا كنت بتفرج عليه وانا صغير يعني. ايوه ما كلنا يعني. كلنا. فقعدت بقى اشتغل على الثمبنيل وكده. منهم حاجات عجبتهم كتير، حاجات كتير قوي رفضوها كتير قوي. انت عملت لهم كذا سامبل كتير، عملت بتاع 12 او 15 واللي نزل تقريبا واحده او اتنين. فاهم قصدي؟ لا هم عندهم بس اظن دلوقتي ما بتعملش كده، هو خلاص انت ليك. بس هو كان ساعتها هو تحدي وانت لازم بقى ايوه فاهم. وكان الموضوع قاسي شويه. هم تقريبا يعني بيحسبوا الصمنيل على 1% CTR. بقول لك 1% مش CTR الواحد، لا 1% CTR. فاهم. فهو انا كنت بس الحته CTR دي عشان الناس تبقى معانا. CTR ده هو معدل النقر بتاع الفيديو وانت بتسكرول. انت بتسكرول دلوقتي، واحد مهتم او مش مهتم هو بيسكرول عادي. لو واحد داس وهو بيسكرول ده كده اسمه CTR. حلو. لكن واحد بقى كتب اسم القناه نفسها ودخل على القناه فتح الفيديو، لا ما اسموش CTR. ومعدل النقر على الفيديو وهو الفيديو طالع عشوائي. ده لازم تبقى طالع عشوائي. الناس فاكره ان هو لو دخل عادي على القناه وداس على الفيديو يتحسب. لا مش هيتحسب. وانه برضو بيلعب عامل مع العنوان نفسه. لو العنوان وحش ممكن الصوره ما توضحش العنوان اصلا. بالظبط. فهو لازم اللي يعني انا بقترح احيان كتير قوي العنوان علشان هو يعرف تعرف توظفه مع الديزاين اللي انت عامله. جامد. صح. فعملت بقى اشتغلت معاهم على ال 12 صمنيل دول، 13 صمنيل. طبعا كل شويه ما يرفضوا واحده اقعد اسالهم ترفضوها ليه. طبعا مش بجوم. انا غرضي ان انا عايز اتعلم اكتر من ان انا اسمه ايه ده، من ان انا اشتغل معاه او لا. كل الحاجات دي هتفيدك. اصل تقعد تشبط في فرصه هي مثلا مش ليك. فاهم؟ صعبه. هو رزقك هتاخده. فانت تتعلم بقى، يتعلم من الغلط. فقعدت بقى 12 13 صمنيل، اتقبل منهم 2 أو 3 والباقي اترفضوا ليه كذا 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 كذا. بس اتعلمت الموضوع ده. وبعد كده في الاخر قال لي قال لي والله بص احنا معانا الشخص التاني هو مركز اكتر في الهويه بتاعتنا او الرؤيه بتاعتنا. ما كلامه كله عميق. فاهم؟ وممكن تبقى الحاجه انت بصريا انا اعملها احسن، لكن نظريا او عند وجهه نظرهم يعني هم الشخص التاني احسن. فاهم؟ فانا من هنا عرفت ان هي لا، هي مش شرط ان انت تعمل كل حاجه صح فهتعجبهم.
حلو. انت ممكن تعمل كل حاجه صح وما تعجبهمش عادي. جميل. فهي دي نقطه كانت صدمه بالنسبه لي يعني. قعدت احط صوره اللي هو عملها واللي انا عملتها، اقعد اقول طب ايه الفرق، طب يعني ايه يعني. بس من وجهة نظره دي احلى. من وجهه نظري هي احلى، فقلت خلاص بقى. ف خدت كام بس خدت كام في ايه؟ في سمن محتاج تعرف الارقام يعني. بس هم كانوا بص هم مش عايز تقول ايش تاني. لا هم يعني بخسوا بحقك عشان انت ايه. انت جديد، فاهم انت ما حدش يعرفك يعني. ممكن يقول لو اداك $150 على ال 12 يبقى انت هو كده كرمك. خدت 150 يعني تقريبا ماشي. حلو قوي. طب ده ايه الافريج بقى دلوقتي كاسعار عند مين عموما؟ لا عموما دي صعبه. كلمني بقى، قول لي التفاصيل. بص هو عموما تبقى صعبه. انت عندك مثلا ممكن يبقى قناه بتعمل مثلا هي عندها 10 مليون متابع، 10 مليون مشترك مثلا، وما بتجيبش ارباح كتير. فانت مش هتعرف تقيسها. لازم كل عميل يجي لك تقعد تقيس بيكسب كام من القناه على كل فيديو، متوسط ربحه من كل فيديو. ده اللي ناتج من اعلانات اليوتيوب نفسها. وده بيقوله لك؟ لا مش هيقول لي طبعا. انت بتقعد انت تبحث لما يكلمك. حلو. ازاي بتسعرها بقى؟ قلت ان هي بتتسعر على حسب ايه نوع الستايل وكده، زي الايديت. حلو. لو هو ستايل مثلا ايديت يو اي والحاجات دي فهم بيسعروها، وطبعا بيقول لك طبعا مده الفيديو هو بيفرق له بقى الحاجات دي كايديتور يعني. حلو. فاحنا بقى بنيجي في الصمنيل بنعرف نسعر الموضوع ده من خلال ان انت بتحاول تحسب متوسط مشاهدات القناه دي في نوع المحتوى بتاعها للجمهور اللي هي بتخاطبه. يعني هي مثلا دلوقتي قناه جيمنج محتوى عربي، فهي يعني الفئه اللي هي بتتفرج عليها من وانت طالع من تحت خالص. أيوة. انت طالع مثلا اخرك على 25. لو هو يوتيوبر بيعمل محتوى ناس كبار شويه ماشي، لان في يوتيوبر تاني مثلا ايه اخره العاب ماشي غريبة. كل ده بتحدد سعر؟ كل ده انت بتحدد في السكه. اصل انت كده من خلال الفئه اللي انت بتحدد العمر اللي بيتفرج، تحدد الفئه الشرائيه من الاعلانات اللي بتيجي من يوتيوب. الفئه الشرائيه اللي الاعلانات اللي بتيجي دي مين هيقدر يشتريها؟ ما هي دي اكتر نقطه تفرق معاك انت، او بتفرق مع اليوتيوبر اصلا عامه. ماشي. اظن ما فيش يوتيوبر ليه بادجت معينه يعني. ملوش بادجت معينه، بس هو انت بتحاول تحسب ده كتقريب، كله تقريب. ماشي. لو قلنا ان لو حسبتها لقيت ان معاه فلوس معاه كتير، بتحسبها ازاي برضو؟ بتبدا انت بقى ترجع تحط لكل ستايل هو هيطلب، بيبدا من سعر معين بينتهي عند مرحله معينه عشان تحصر الايه الستايل بتاعك ده. فبتقعد مثلا سعر مثلا ستايل كذا من 30 لايه ل 100، التاني من 150. دي ارقام حقيقيه من $30 ل 100، من 100 ل 150. فانت بتقعد ايه تظبط الستايل على حسب السعر بتاعه. ماشي. برضه هو ممكن ايه تفتح منه شويه مثلا يقول لك احنا عايزين نزود تعديل، عايزين نغير حاجه، ممكن ده باسعار تانية. بس حلو. مش على طول يعني، هو حسب يعني حسب الاتفاق. وهل انت هتمشيها بعقود وورقه وقلم، ولا هل انت هتمشيها ودي وعايز تكسب العميل ده اللي قدام؟ دي بتفرق. هو لو عميل متعب من البدايه انت هتبقى عارف انه هيبقى متعب بعدين، فده لا لازم له ورقه وقلم. حلو. او ما تشتغلش معاه. ماشي. انت اصلا ازاي بتبني الستايل بتاعك يعني؟ او ازاي اي ديزاين ازاي اي ديزاينر يقدر يبني الستايل بتاعه؟ هو بيكون في شخص واحد مثلا بدأ فكره معينه، انت ممكن تاخد نفس الفكره دي تعيد صياغتها تاني بتطلع ستايل جديد. حلو. فهو ما فيش حد بيخترع حاجه جديده غير لما بيكون شاف حاجه قديمه. دي حاجه لازم نبقى متفقين عليها. فهو انت بقى بتحاول تستلهم حاجه من كذا مثلا ستايل، بتدخلهم في بعض تطلع ستايل جديد. ماشي. دي ممكن تعرف تعملها، بس برضه على حسب نوع المحتوى. هو عايز يتشبه بمين يعني. هو بيجي لك مثلا صانع محتوى، لو هو مثلا على محتوى البيزنس فيقول لك انا عايز ابقى منجزي وعايز اظهر ان انا غني مليونير. ده ما ينفعلوش صمنيل تبين ان هو قاعد كده وبيتكلم واكتب كلام جنبه وبتاع واحط شادو وراه ستروك. لا، على حسب الايمج بتاعته، على حسب بيكلم مين. ده ممكن اصلا الصمنيل بتاعته كلها تبقى عباره عن سكرين شوت من فيديو عادي. خلي بالك يعني. هو بس الفكره كلها اظهر اللي انا عايز اظهره. قال لك انا عملت مثلا $500,000 في شهر مثلا، لازم اظهر انه غني. مصور في طياره بقى، واقف قدام طياره بياكل بمعلقه ذهب، اي حاجه، فاهم؟ لازم اوصل الاحساس بتاعه اللي هو عايز يوصله. ماشي. انت شايف ان اي ديزاينر ايا كان التخصص بتاعه يقدر يبني الثامبنيل او يقدر يخش التخصص ده بشاطر فيه لو هو متعلم الاساسيات بتاعه التصميم نفسها والقواعد القواعد بتاعته؟ طبعا متعلم اي ومتعلم الفوتوشوب ومتعلم كل القواعد، متعلم كل حاجه. فهو يبدا بس يغير فكره ان هو يبدا بدل ما كان بيقنع الناس بمنتج او بيقنع الناس بحاجه يعمل عليها لايك وشير على الفيسبوك ولا الانستا، يبدا يقنع الناس ان هي بس تدوس على فيديو.
فبيبدا ان هو يشتغل على الانتباه نفسه. حلو. فاهم؟ هو بيبدا يلعب على الانتباه. انا لما اشوف الفيديو ده انا هفهم ايه، وهل لو انا واحد ما افهمش حاجه عن نوع المحتوى ده ليه ممكن اخد قرار ان انا ادوس. فهو ده لازم هو يحط نفسه في السؤال ده. لو عرف يجاوب على السؤال ده هيعرف يعمل اي صمنيل تقف قدامه يعني. انت شايف ان السامنز بتاعت مستر بيست ناجحه؟ الصمنيل زي مستر بيست طبعا ناجحه. حلو. ازاي بقى؟ ايه سر نجاحها؟ هو مستر بيست اغلبيه الصمنيل بتاعته بتلعب على عامل ان هو عامل مسابقه او عامل حاجه فيها تحدي كبير وفي عدد كبير، وان هو بيلعب على ان هو يحط وشه، وممكن وش واحد كمان ده اللي قريب للكادر. لو هو بقى نجم مثلا جايبه مثلا زي ما رونالدو والناس رونالدو والناس دي، فهو بيبدا ان هو يحاول يبين دي. بس هو دايما بيلعب على العدد، على فكره الحاجه اللي ايه انت ما تتصورهاش. 100 شخص ولا مش عارف 200 شخص بيلعبوا عشان مليون جنيه. فاهم؟ فهو بيحاول يظهر ان الحاجه دي كبيره قوي. انت ما دخلتش، انت دلوقتي هيفوتك ان انت تتفرج على الناس بتكسب 100 واحد بيتنافسوا على مليون جنيه. فهو اصلا فكره الفيديو نفسها اصلا تخليك فرض عليك 50%. ده كتير. ده انت لو قعدت بس انت معاك يوتيوبر عامل كده مثلا، لا ده انت تطلع له افكار كتير قوي، كتير جدا. حلو. فالموضوع هيبقى سهل في المحتوى ده قوي. جميل قوي. احنا هنروح للاي اي بقى. انت شايف ان باي برومبت دلوقتي ممكن اعمل سامنيل عادي؟ والله بس وانا هتبقى حلوه؟ مش هتبقى حلوه. طب ليه بقى مش هتبقى حلوه؟ لان انت اول حاجه هتكون بتقلد شخص، بتقلده كوبي بيست، مالكش ستايل. وحتى لو انت قاعد تعدل عليها بالاي اي هيبان ان انت معدل بالاي اي. فانا كنت بقول دايما ان الصياعه في المجال ده ان انت تستخدم الاي اي من غير ما حد يجي يقول لك انت مستخدم الاي اي. ازاي يعني انت بتكون الصوره بتاعتك كلها مش من برومبت واحد، كذا برومبت. مثلا انا عايز اعمل كادر بتاع عبد الرحمن، فبجيب الكرسي لوحده مثلا، او اجيبه هو قاعد على الكرسي، مصدر الاضاءه ده لوحده، المايك ده لوحده، الخلفيه لوحدها، كل ده لوحده، وابدا اشتغل عليه انا يدوي. لان في ناس دلوقتي بتستسهل تقول لك انا اجيب الكادر كله وادمجه بالاي اي وابقى احط ريتاتش بقى لو ربنا اداني صحه. لا الاي اي بيحط له ريتاتش ويحط له هو كمان ريتاتش. فهو الموضوع صعب. هما الاشخاص اللي زي دي هي دي اللي بتستبدل بسرعه قوي، اللي هي ما بتعرفش تبني ستايل معين ظاهره فيه او بتظهر في السبنل ده الفكره اللي هو عاوز ايه وازاي يخش. فاهم قصدي؟ هو اصلا الرؤيه اللي جايه في الشركات او الافراد او عامه يعني، ان مثلا كل 10 ديزاينرز شغالين عادي زي ما هم بنفس الطريقه البدائيه بتاعتهم وما بيطوروش نفسهم، هيستبدلهم الراجل المحترم ب2، كل واحد بيعمل شغل 5 مع كل الادوات والامكانيات وعقله والاي اي، كل حاجه تقدر تخليه ينتج انتاج ال5. لو خد مرتب 3 منهم، فصاحب البيزنس وفر تقريبا 60 او 40% او 50%. فوفر كتير، وفر كتير وكسب كتير. يعني الاي اي ممكن ينهي ديزاينرز عادي؟ هو ممكن ينهي، بس هينهي على الفئه دي، الفئه اللي انا لسه متكلم عنها دي. صعب انه ينهي على الاشخاص دي. الاشخاص دي هي ممكن بعدين هو يبقى شخص واحد مثلا بيدير 100، يعني بيعمل شغل 100. ما هو زي ما كان بيعمل شغل 5، الاي اي اتطور فبيساعده يعمل شغل 20، كده الاي اي اتطور بقى بيساعده يعمل شغل 50، هكذا. وزي شركه كلها مكونه من 2. ماشي. ازاي ابقى انا ديزاينر اللي الاي اي مش هيقدر عليا؟ ازاي ابقى انا ده المينتاليتي بتاعتي دي؟ تتعلم 3 حاجات. طور نفسك في فوتوشوب، لان هم بداوا يضيفوا الاي اي كله في فوتوشوب. تمام. فهو بقى يعني داخل عارف كل تفاصيله، عارف كل تفاصيله. حلو. تبدا تتعلم كل التحديثات بتاعت الاي اي اللي بتنزل، سواء بقى بتاعت النودز الجديد اللي بتنزل وازاي تركبها كأنك بتبنيها جوه بلندر يعني. حلو قوي. وتزود على ده تتعلم بلندر، لان بلندر ده بيساعدك ان انت خلاص ما عندكش رؤيه لمنظور 2D، انت عندك رؤيه لمنظور 3D، فبتبنيه ببلندر. اي حاجه انت ممكن تتخيلها ممكن تعملها. انت بس تخيل كده هتلاقي نفسك يا اما هتعرف تعملها ب 3D، يا اما هتعرف تعملها بالاي اي، يا اما هتعرف تعملها في فوتوشوب. حتى في فوتوشوب ممكن تطلع حاجات 3D لو انت فاهم شادو ولايت والحاجات دي، هتعرف تطلعها 3D. حلو. انت شايف ان التخصص ده اصلا، هو التخصص ده ما اعتقدش انه موجود في الشركات؟ ما فيش شركات بتحصر الموضوع ده، بس بيجي افراد الشركات مثلا كريم حنفي كلمني قبل كده، قال لي احنا عايزين نعمل، عايزينك تبقى صمم ديزاين. حلو. فانا استغربت، يعني انت راجل معاك شركه وماركتنج ومش عارف ايه وكونتنت وكده، ازاي ما عندكش شخص زي ده؟ فانا استغربت الموضوع ده. فهو اغلبيه الشركات دلوقتي مش يعني شايفه ان المجال ده هو مجال شغل دايم. هو ما يضمنش يعرف يتعاقد مع كام يوتيوبر، لكن هو تفكيره يعرف يتعاقد مع كام براند، يعرف يتعاقد مع ناس فعلا بتبيع منتج او بتبيع خدمه اونلاين، هو يعرف يبيعها. بس انا شايف ان يعني قدام هيبقى فيه شركات اصلا بتعمل ده. بس
بالظبط. زي ما بقى في موقع دلوقتي اسمه يوتيوب جوبس تقريبا، مم. كله لليوتيوبر وللإديتورز ده اللي بيعمل شغالين يوتيوب مم. مديرين قنوات اليوتيوب والثامنيل ديزاينرز وكده. ماشي، احنا نروح للازمه او للسؤال بتاع الانترفيو. شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ لو هكمل في مجالي زي ما انا بنفس التفكير اللي انا ماشي فيه، هبقى ساعتها مدير شركه بقى. شركتك. شركتي بس مش على الارض، وانا مقتنع ان يعني بعد كده ما احبش ان انا ابني شركه على الارض دي. مم. ننزل بقى نقعد مع طب بعض ليه؟ هتبنيها فين؟ لا مش ابنيها، هتبقى كلها اونلاين يعني. اونلاين. حلو. وهحب انا كده، احب مم. اخش اجتماعات اونلاين، ميتنج اونلاين، البس بدله من فوق تحت ما فيش تريق كده. عليا. لا ماشي. عد. حلو قوي، يعني ده اللي انت عاوزه كمان 5 سنين. ده اللي انا عايزه. انا بحب دايما الفقره دي يعني، والسؤال ده مم. سايبه يكشي تبص عليه كمان 5 سنين ان شاء الله ربنا يرزقك ان بشركه، شاء الله باذن الله. وتبص على البودكاست تقول ايوه انا كنت هنا. ايوه كنت هنا، باذن الله. هبقى هناك بقى باذن الله. احنا هنروح للفقره الثانيه. آه. فقره احكي. مم. دي انت بتحكي لنا فيها قصه ان شاء الله حصل موقف معين اتعاملت معاه بطريقه معينه، حصلت النتيجه دي انا هستفاد منها واللي بيتفرج هيستفاد منها. فنروح ان شاء الله الفقره اللي جايه، فخليكم معانا. المايك معاك. مم. يحكي القصه اللي انت شايف ان هي هتفيدنا. يعني مثلا بدأت من زمان مم. بشتغل شغلانات كتير، بتاع 8 شغلانات من وانا في ابتدائي. مم. الموضوع يبان مؤسف بس هو ما هو يعني هي دي البتنجان يعني دي مم. القصة يعني. فاشتغلت في مكتبة تمام، وبعد كده لما كبرت شوية ودخلت اعدادي اشتغلت في محل صابون. كنا بنعمل بقى الصابون الاريال بقى والحاجات دي، كان بيضرب اريال وبرسيل وحاجات كده، مش هبلغ عنه، ربنا يسامحك يعني. ربنا يسامحه بقى. مم. بعدين اشتغلت في اشتغلت في محل بلاي ستيشن تمام. كلها شغلانات بره الاريا بتاعت بره اي حاجه بتاعت الديزاين. النقله بقى. النقله بقى بعد ما انا اشتغلت بقى بتاع زلابيا بقى مم. وبتاع في كافيه وكده ونقاش. وبعدين اخر شغلانه خالص بقى لما كنت في بدايه او في نص اولى ثانوي تقريبا او في اخر اولى ثانوي، رحت اشتغلت في مطبعه تمام 6 شهور كديزاينر. كديزاينر. بس حلو. هم ما عندهمش المفهوم ده، ما عندهم ما يعرفوش يعني ايه ديزاينر، ولكن هناك اسمك مصمم تمام. اسمك مصمم، وفي بص بقى الماركتنج الجامد بقى، في تحت واحد واقف على باترينا حلو اسمه بيجيب لك زبون. والله هو ده عشان تصمم له، عشان تعمل له بقى كارت بقى يافطه الكلام ده. فهي هو ده الجو بقى هناك تمام. الراجل ما قلت له فيسبوك قال لي ايه فيسبوك ده ايه اللي قلت له ممكن تعمل يعني تنزل اونلاين. قال لي يعني ايه اونلاين اصلا، فاهم؟ فالمهم يعني كنت متعايش مع الجو ده. السويتش بقى حصل لما انا بدات الاقي ناس فعلا هم بيعملوا شغل وبياخدوا عليه ارقام، وانا شايف ان انا اقدر اعمله كتير يعني. كنت بقعد اقلب كده في الفيس، هو كان تركيزي كله على الفيس ساعتها، فكنت بقعد اقلب الاقي ايه اشخاص بيعملوا شغل انا اقدر اعمله، فخلاص ليه ما انا ما اعملوش يعني، فاهم؟ فقعدت اشتغلت ايه 2 ولا 3 كده. كنت طبعا ايه كنت باخد المفروض مرتب كويس يعني، كان المفروض 200 جنيه في اليوم، ده كان رقم مرعب يعني جامد. منهم 100 جنيه مواصلات واكل، فاهم؟ 14 ساعه شغل بالمواصلات، ممكن يبقى كمان في 15 لو الراجل عنده شغل زياده يعني. فكنت بترجع ايه مفيش خلاص، مفيش وقت خلاص، يعني هتاكل وتنام وتصحى تروح الشغل. بس كنت بروح هناك 9 الصبح يعني عشان افتح المطبعه في العتبه في عز فاسمه ايه ده السويتش بقى تغيير. انا هقول لك السويتش هيجي دلوقتي. مستني. خلصت العيد تمام، عيدت خدت عيديه العيد، اتصلت على الراجل الو انا مش جاي. ليه مش جاي؟ ظروف. مش عايز اجي يا عم انا حر، فاهم؟ بس كده. وبعد كده كان خدت بقى معايا 2000 جنيه وبدات بقى من هنا تتعلم وتخش اتعلم بجد بقى. ما عندكش حل تاني، فكنت بتعلم بطريقه غبيه قوي يعني، بتاع 16 15 ساعه في اليوم يعني. بقيت ما قلت بقى نفس الوقت كنت بشتغل هناك، اقعد اتعلمه، فاهم؟ اقعد اتعلم في نفس الوقت ده. حلو. لو حد دلوقتي بيتفرج عليك هو داخل مجال جديد لسه داخل، تقول له ايه؟ اقول له ايه؟ اقول له خلي نفسك طويل وبلاش تقتنع ان ايه ان انت اجمد واحد، عشان دايما اللي بيقتنع ان هو اجمد واحد في اي مجال بيقع بسرعه جدا. ده حقيقي. اول لما بيحس اللي هو بتاعت انا عملت وانا لا، انا ما بشوفش ان انا عملت اي حاجه. وهي دي يعني ممكن امثلها بمثال ان انا مثلا كاني لعيب كوره
جاب هاتريك ولا سوبر هاتريك، بس باص غلط. مم. الباص كل الغلط ده هو الغلط. مركز فيه، بس مش مركز هو جاب هاتريك ولا هاي. عشان بعد كده تظبط الباص ده، فاهم؟ كان ممكن يجيب سوبر هاتريك. صح، شفت؟ احنا خلصنا بسرعه كده، شفت. الدنيا سريعه. انا مبسوط ان عملنا معاك الحلقه دي وانا والله حبيبي. الله مش عايز تقول اي حاجه اخيره؟ لا انا لو سبتك انا عارف انت هتقعد تتكلم لا. لبكره. فاحنا هننهي الحلقه كده. كده. تكون الحلقه بتاعتنا انتهت مع كده يكون الانترفيو بتاعنا خلص مع سيف اوفا. يا رب تكونوا اتبسطتوا، ومتنسوش اللايك الفولو والسبسكرايب، واكتبوا لنا في الكومنت تحبوا نجيب مين تاني او ايه المجال الابداعي اللي نتكلم عنه. السلام عليكم.